السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وإن شاء الله حنتكلم فيها عن المدة اللي بيحتاجها الثوم للنمو. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا هذا نبات الثوم بعد الإنبات لاحظنا معكم بالشكل هذا. فطبعا في ناس بتسأل أو بيجيني أسئلة عن المدة اللي بيستغرقها فص الثوم للنمو، لأنه طبعا في ناس بتزرع ثوم وبالنسبة للفص بيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أو ممكن يمتد شهر، وفي ناس بتسألني عن سبب تأخر نمو الفصوص. فطبعا بالنسبة لمدة اللي بيحتاجها فص الثوم حتى تنمو طبعا تكون من أسبوعين لثلاث أسابيع، وطبعا بتختلف من فص إلى آخر، لأنه طبعا الفصوص حاول انك تزرعها لما تكون منبتة بالشكل هذا لاحظنا منكم، فحتكون اسهل في الانبات. ولكن لما تختار فص ما فيهش براعة او ما فيهش رأس الثوم هذا فممكن يمتد معاك لثلاث اسابيع كاملة. فحاول انك تعتني بالنبات عن طريق الري، وطبعا يعني نحاول انه احنا ما نرويش بكثرة، لانه طبعا ممكن يصير تعفن في رأس الثوم وممكن النبات او يعني النبات يموت. فالمدة هي لو حتزرع فصوص منبتة حتستغرق أسبوع إلى 10 أيام حتى تنمو، ولو حتزرع فص بدون رأس فحيستغرق 3 أسابيع وممكن يمتد معك شهر أو 4 أسابيع. فطبعا خلال المرحلة هذه حاول أنك تعتني بالنبات عن طريق الري فقط، وإن شاء الله حينمو. لاحظنا منكم طبعا هذا الثوم بدأ في النمو بعد أسبوعين بالضبط، لاحظنا منكم. وطبعا احنا زرعنا الثوم بالشكل هذا لاحظنا منكم على كامل الخط، وإن شاء الله لما ينمو حنتابعه خطوة خطوة. وفي نهاية الحلقة أتمنى تكون عرفتوا الموعد اللي بيحتاجه الثوم حتى ينمو. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوا أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى